بعد حوالي 3 شهور تحديدا يوم 4 مارس هتحل علينا الذكرى ال21 لصدور ألبوم فولن. الألبوم اللي شكل انطلاقة لواحدة من أكتر الفرق الأندر ريتد في عالم موسيقى الميتال. أيوة، مش كل الناس في وطننا العربي عارفاهم، ومش كل الفئات العمرية بتعرف تتذوق النوع ده من المزيكا، لكنهم دايما مرتبطين في أذهان الغالبية العظمى من الجمهور بأغنيتهم اللي ما بتقدمش ولا يوم، اللي متصدرة قوائم الآي تيونز والبيلبورد، واللي تخطت المليار مشاهدة على اليوتيوب. أنا بتكلم طبعا عن Bring Me To Life. مين هم ايفانسنس؟ إيه المحطات اللي مروا بيها في رحلتهم؟ وإيه ممكن يكون تأثير فرقة زي دي على الجمهور؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في فيديو النهاردة. أنا أحمد زكريا، ودي حلقة جديدة من الكبسولة. أيوة بالظبط زي ما سمعتوا، ايفانسنس هو اسم الفرقة اللي بتغني فيها بقى اسمها إيميلي، بنت صاحبة جمال وموهبة استثنائية، بتاخد دروس بيانو بقالها 10 سنين، اشتغلت كورال، كتبت أغنيتها الأولى وهي عندها 11 سنة، وحلمها أصلا كان تلحين الأفلام. بتقابل عازف الجيتار بين مودي في مخيم صيفي سنة 94 وهي عندها 14 سنة، وبيقرروا سوا تشكيل فرقة ايفانسنس. ابتدوا يقدموا مزيكتهم في كافيهات وهم لسه في ثانوي، لحد ما قدروا يلفتوا انتباه شركة تسجيلات اسمها ويند اب، اللي باعت لفرقة كريد 10 مليون نسخة من ألبوماتهم قبلها بكام سنة. شركة زي دي أكيد عندها الميزانية اللي تسمح لها تستثمر في موهبة ايفانسنس وتساعدها تطور نفسها، وفعلا وصلوا إيميلي بمتخصصين في تدريب الأصوات والأداء على المسرح. Have to turn on our music that we were working on. We were in the studio or writing at the time. Turn on Bring Me to Life, whatever, on a boombox and act it out with no mic, just faking it, pretending the nerdiest thing you could possibly imagine. But I had to make eye contact with him. وفضلوا شغالين مع الفرقة سنتين لغاية ما حسوا إنهم أخيرا جاهزين يوصلوهم بمنتج عشان ينتج لهم الألبوم الأول فولن. دي كانت واحدة من المرات الكتير اللي الفرقة فيها كانت على وشك الانهيار، لأن الشركة ابتدت تمارس ضغوط عليهم إنهم يغيروا مزيكتهم ويدخلوا رابر في أغانيهم، والفرقة طبعا ما كانتش عايزة كده، ما كانتش حابة إنها تبقى النسخة الفيميل من لينكن بارك. لكن بعد شوية خلاف قدروا يوصلوا لاتفاق، والفرقة وافقت إن الرابر يكون في أغنية Bring Me To Life بس، اللي هتكون أغنية تتر فيلم دير ديفل. They were okay, we have a movie opportunity and we're going to let you do your thing, but you do have to have the rapper on the one song because they specifically asked for it. I don't know where that came from. So we said, okay, we'll take it. Rapper in one song. الظاهر إن الشركة كان عندها حق، لأن الألبوم نجاحه كان منقطع النظير، باع أكتر من 2.5 مليون نسخة في 7 شهور بس، احتل المركز الثالث في قائمة البيلبورد، والفرقة فازت بجائزة الجرامي لأفضل فنان صاعد سنة 2003. النجاح الساحق ده خلق ضغط كبير. الفرقة طبعا كانت مبسوطة بالنجاح، لكنها كانت قلقانة من إنها تبقى ناجحة بفضل أغنية واحدة بس، أو إن الجمهور يسمع بقية الألبوم ويحبط لما يكتشف إن المغني أو الرابر كان في أغنية واحدة بس. لكن مفيش حاجة من الكلام ده حصلت. أغنيتهم التانية Going Under كمان كانت هيت، نزلت بعدها My Immortal، أغنية بتثبت إنهم ما كانوش مجرد فرقة ميتال جديدة بمغنية بنت وخلاص. حتى لو كنت بتكره ايفانسنس، لو سمعت My Immortal مش هتقدر تنكر إن دي أغنية عظيمة بتورينا قد إيه إيميلي صوت جبار. بس ليه الألبوم ده كان ناجح قوي كده؟ أولاً لأن الأغاني كانت جميلة وفيها روح، تقيلة وبتناقش موضوعات سوداوية بس مش لدرجة الكآبة، وما كانتش شبه أي حاجة موجودة وقتها. فكرة استخدام البيانو كمان في أغاني الميتال مع صوت إيميلي كان ميكس جديد الناس مش متعودة عليه. ثانياً إيميلي نفسها كان عندها مقومات النجمة كشكل وكصوت بطريقة تخطت كل الحدود، شخصيتها الجذابة للشباب، وكلام أغانيها كمان اللي كان بيركز على الصراع في العلاقات اللي بنواجهها في حياتنا كلنا. أعتقد كمان إنها تستاهل نقدر مجهودها في تصميم أزيائها اللي بتطلع بيها على المسرح بنفسها من غير مساعدة أي ستايلست. إن شخصيتك في المزيكا تبقى ظاهرة حتى في اللبس بتاعك، دي حاجة مش كل الناس بتعرف تعملها. I usually just do a big round of designs right before we go on tour and get some stuff going, so I have my own look on stage. لما تحط كل العناصر دي مع بعض، الأغاني، المظهر، والشخصية، هتبقى ضامن إن عندك فرقة هتنجح أول ما تلاقي شركة في ظهرهم تسوق لهم كويس. لكن رغم كل النجاح ده كان في تحديات كتير. Was talking
to journalists and people backstage at shows and radio stations all the time, like every day, and having to kind of go through the motions and act like everything's great, like please buy into this, believe in us, everything's great, but inside thinking like, I don't know, actually it might all be falling apart. يمكن كان أبرزها الانقسام المتصاعد بين إيميلي وعازف الجيتار بين مودي اللي ابتدت الفرقة معاه، واللي فجأة بيسيبهم سنة 2003 في وسط جولتهم في أوروبا. غير إنه كان عازف جيتار، مودي هو مؤسس الفرقة وشريك إيميلي الأساسي في الكتابة، فخسارته بالطريقة دي كانت هزة كبيرة جدا للفرقة. تساؤلات كتير عن مستقبلهم وتخوفات من طرف الشركة وتكهنات بإن الفرقة خلاص هتفركش، لكنهم بيردوا على كل ده بألبومهم التاني The Open Door سنة 2006 اللي تصدر قائمة البيلبورد وأثبت إن الفرقة دي مطولة معانا شوية. الألبوم فيه واحدة من أحلى أغاني الفرقة لحد النهاردة Call Me When You're Sober، واللي كانت عن صاحبها شون مورجان من فرقة سيثر وصراعه مع الإدمان. بتيجي سنة 2008 وأعضاء الفرقة كلهم بيتغيروا باستثناء إيميلي طبعاً. التغييرات دي كلفتهم 5 سنين من ساعة ألبومهم التاني عشان ينزلوا بالألبوم التالت Evanescence، هو اسمه كده، سنة 2011، واللي مش هتسمع الناس بتتكلم عنه قوي مع إنه ألبوم هايل. بعدها بشوية إيميلي صرحت إنهم هياخدوا استراحة، واللي كان معناه طبعاً إن الفرقة خلاص انتهت، لكنها فعلاً كانت استراحة طويلة عشان يرجعوا في 2017 بألبوم اسمه Synthesis، واللي أعتقد إنه مثير جداً للاهتمام. الألبوم عبارة عن مجموعة من أنجح أغانيهم بتوزيع جديد مركز أكتر على البيانو والأوركسترا. ألبوم بفكر زي ده Evanescence بس اللي يقدروا يعملوه كويس، لأنه بيرجع لجذور إيميلي في الموسيقى الكلاسيكية وتلحين الأفلام، وكمان بيسلط الضوء على قدراتها الصوتية الفريدة. آخر ألبوماتهم The Better Truth اللي نزل سنة 2021 هتحس إن فيه كتير قوي من روح فولن بس على مودرن شوية، لكنه ألبوم حلو جدا خصوصا بالنسبة للفرقة بقالها حوالي 30 سنة في المجال. Evanescence بالنسبة لي وبالنسبة لكتير من أبناء جيلي كانت هي بوابة الدخول لعالم موسيقى الروك والميتال. صحيح إنهم ما ابتدوش يحصلوا على الإشادة والتقدير اللي طول عمرهم يستاهلوه إلا مؤخراً، لكن نفسي الناس كلها تعرف إنهم أكبر بكتير وأكتر بكتير من Bring Me to Life Best. وبس كده، ما تنسوش اللايك لو عجبتكم الحلقة، وقولوا لي رأيكم في الكومنت. تفتكروا الفرقة ممكن ترجع بحاجة قريب ولا الاستراحة هتكون طويلة زي ما عملوا قبل كده؟ وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.